منظومة أمن حول الكيان الصهيوني وفي الشريط المحيط بغزة، ولكن كل هذه العناوين فشلت. طيب سأعود إلى حضرتك مجددا. فضل. ومن عناوين الفشل التي ذكرها الأستاذ محمد مشينش بالفعل دعوني أتوجه الآن بهذا السؤال لسيادة العميد صفوة الزيات. سيادة العميد أهلا وسهلا بحضرتك مجددا. أهلا وسهلا. سيادة العميد، يعني الأستاذ محمد مشينش يتحدث عن فشل واضح للاستخبارات الإسرائيلية جراء هذه العملية العسكرية الغير مسبوقة من قبل كتائب القسام. كيف تابعت هذا الأمر؟ يعني أعتقد أننا نكاد نرى صورة أخرى من أكتوبر 73، لكن هذه المرة المفاجأة الاستراتيجية ربما كاملة بالكامل، بمعنى أن الإسرائيليين قبل حرب أكتوبر ربما من 24 سبتمبر، يعني أتكلم مثلا عن أكثر من 12 يوم، كانوا بدأوا عمليات الاستطلاع على الجبهة المصرية والسورية، وكان هناك تقارير يومية لدى الخارجية الأمريكية والاستخبارات المركزية الأمريكية واستخبارات أمان الإسرائيلية وحتى مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية. لكن ربما كانت عمليات كما نسميها الخداع الاستراتيجي الرائع للرئيس السادات ربما تحديدا، يعني نجح في أنهم لم يستيقظوا إلا صباح يوم 6 أكتوبر الساعة 4 صباحا، عندما جاء إلى إليزا عيرة رسالة من واشنطن بأن الحرب هذا اليوم، ولكنها الساعة 1800 يعني آخر ضوء، بينما كان في الواقع الحرب يعني ظهرا الساعة 1400 أو الساعة 2 ظهرا. اليوم المفاجأة كاملة، بمعنى أننا لا أمام إليزا عيرة رئيس أمان، ولسنا أمام واشنطن التي أرسلت إنذارها يعني الساعة 4 صباح 6 أكتوبر، ولسنا أمام السفير الأمريكي كينيث كيتنج الذي ربما هدد جولدا مائير بعدم شن ضربة استباقية للحشود المصرية والسورية، لأن هذا ربما سيجعل الولايات المتحدة بلا مبرر ربما شرعي أو تشريعي لاتخاذ تصويت ضد العرب في مجلس الأمن. اليوم نحن أمام مفاجأة استراتيجية كاملة من الساعة 6:30 صباحا تضرب ما نسميه نظرية الأمن الإسرائيلي في عمقها، لأنهم يعتمدون تماما على فكرة عمق الاستخبارات، وأحيانا يقولون تجاوزا نحن ندري ماذا يجري في غرف نوم الزعماء العرب، وهو أمر حقيقة به جزء كبير لدى العواصم العربية المهادنة للطرف الإسرائيلي. لكن اليوم بدأ أن السيد محمد الضيف هذا الرجل الرائع يخرج علينا بثقة كاملة وبهدوء أعصاب ويشرح أهداف العملية ويرجعها إلى ربما هذه التهاونات وهذه التهورات التي فعلها الإسرائيليون بالمسجد الأقصى، ويقرر أنها حرب ستكون طويلة وحرب لا يدري العدو كيف ستبدأ وكيف ستنتهي. الآن أيضا في نظرية أمن الإسرائيلي الحدود الآمنة يطاح بها كاملا، كانوا يقولون نريد عمقا كما يفعل مع المصريين والسوريين في سيناء وفي الجولان، وأيضا إذا لم يكن هناك عمق إذا لتكن مستوطنات وتحصينات عسكرية ضخمة مباشرة على الحدود كما في قطاع غزة. الأمر الذي يثير دهشة كبيرة أن القسام ومعها باقي حركات مقاومة اخترقت السياج الدفاعي واخترقت خط الدفاع الأول الإسرائيلي مباشرة على الحدود مع غزة في أكثر من موقع. لم أشاهد ضربات استباقية من جانب الطرف الإسرائيلي، لم أشاهد هذه المستشعرات الإلكترونية التي تحدثوا عنها والتي ربما ترصد أي تحركات في عمق قطاع غزة قبل أن يبدأ التحرك. لم أشاهد حقول ألغام على سبيل المثال أو تحصينات هندسية تعيق التقدم داخل بين قوسين الأراضي الإسرائيلية شرق السياج الأمني. لم أشاهد قوات إسرائيلية خفيفة الحركة تقوم بشن هجمات مضادة لاحتواء الاختراق وعودة الفلسطينيين مرة أخرى إلى داخل القطاع. السؤال كبير أيضا التفوق النوعي الذي ربما تحدثوا عنه، وأنهم إلى حد كبير يعني يتجاوزون العرب ربما في بعض
أنواع أو أنظمة التسليح ربما بربع قرن. لديهم الآن على سبيل المثال الطائرة للسيلس اف 35 لايتنينج اللي بيسموها قدر، وربما هذه لا تتوفر لدي الترسانات العربية، حتى ترسانات الخليج الموفورة يعني الموفورة القدرة الاقتصادية على استيعاب وحيازة مثل هذه الأنواع. نقل المعركة إلى الخصم لأول مرة حقيقة عليك أن تتذكر أننا عندما في حرب 73 المجيدة ونحن الآن في ذكرى مرور 50 عام كنا نقاتل ونتحرك من الضفة الشرقية، من الضفة الغربية لقناة السويس إلى الضفة الشرقية. كنا نتحرك من أرضنا إلى أرضنا. كان أمامنا ما يزال أكثر من 200 كيلو متر حتى نصل إلى الحدود الدولية، ولم نصل إلا بعد ربما عمليات أو مفاوضات سياسية مريرة إلى حد كبير. الإسرائيليون لأول مرة في تاريخهم القتال على أرضهم، القتال في داخل مستوطناتهم. الأخطر أنك عندما تراجع القواعد الإسرائيلية التي اقتحمها الفلسطينيون في الدقائق الأولى للحرب تجد قاعدة زكيم مثلا على البحر مباشرة شمال غزة، وربما مرورا بمركز القيادة لفرقة غزة المسؤولة عن الدفاع عن مناطق جنوب إسرائيل بالكامل. نعم. أن يتم القتال داخل قاعدة رعيم هذا أمر مثير للجدل. أين قوات الحراسة؟ أين التحصينات؟ أين حقول الألغام؟ أين العوائق؟ أين أسئلة كبيرة جدا. ثم وصولا إلى كرم أبو سالم، وربما في الجنوب لديك قوس كبير من شمال غزة زكيم إلى كرم أبو سالم، وعمقا ربما القتال في أوفكيم ربما في الشمال الغربي لبير السبع على عمق 25 كيلو متر. نظرية الأمن الإسرائيلي تضرب في صلبها مرة أخرى بعد أكتوبر 73، ولكن هذه المرة ربما بحقائق ربما ذكرتها لك سريعا. نعم. وأنا أتحدث الآن. تفضل. طيب سأعود مجددا لحضرتك سيادة العميد صفوت الزيات، ابقى معنا. أذهب إلى حضرتك سيد محمد. سيد محمد، أسر عدد كبير من الضباط التابعين للاحتلال الإسرائيلي جنرال إسرائيل